على اساس انه يتفادى هذه ايش السؤال؟ والله I forgot the question. والله بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا على استضافتي. أول شيء، من هو علاء عزيز؟ علاء عزيز شخص تخرج من الثانوية في سنة 2006، وكانت بدايتي مثل بداية أي شاب عماني اللي فعلا ما كنت داري إيش التجربة اللي باغى أخوضها في حياتي، وإيش هي الشيء اللي أريد أسويه في حياتي. بكل أمانة أقول لك إياها. فوقتها كان همي وغمي إني أبتعث للخارج، وطبعا من هالمنظور كان في أكثر من خيار واحد، لكن الوالدة الله يحفظها في وقتها كانت شايفة إعلان في الجريدة على أساس أنه يريدوا شباب متخرجين من الثانوية على أساس أنهم يأهلوهم أنهم يكونوا ملاحين بحريين أو مهندسين بحريين. بكل أمانة أقول لك إياها، يعني ما كان عندي أي فكرة إيش هالموضوع، ما كان عندي أي شخص أعرفه عن هذا التجربة، ولكن اللي شدني في الموضوع أنها بعثة خارجية وعندك شغلة تنتظرك وانت راجع يعني من الدراسة. فقدمنا والحمد لله يعني اختارونا. أتذكر بالتفصيل لما كنت أسوي المقابلة، يعني كان في كثير أسئلة هندسية وأنا كنت مقدم كمهندس بحري، وكثير كثير أسئلة هندسية اللي هي كنت يعني شكلي كنت فاشل فيها بصراحة. فاتصلوا فيني وخبروني إنه ليش ما تروح يعني في مجال الملاحة البحرية. وبكل أمانة أقول لك إياها، وقتها ما كان عندي خبر إيش هي الملاحة البحرية، بس اللي خبروني إياه إنه وقتها إنك بتصير كابتن. إيش هو الكابتن والله أعلم. فالبداية كذا كانت. فطبعا بعد ما اختارونا رسلونا المملكة المتحدة البريطانية، وهناك طبعا أهلونا. هذا الكلام في سنة 2006، وتخرجنا في سنة 2009، وكانت أول تجربة لي كضابط هي في سنة 2010. من هالمنظور طبعا أنت لما تتأهل ما على طول تصير كابتن، لازم تتدرج في الرتب. فمبدئيا تبدأ كضابط ثالث، بعدين لازم تتدرج في الرتب. فالرتب كالآتي: عندك الثيرد أوفيسر، سكند أوفيسر، فيرست أوفيسر، تشيف أوفيسر، بعدين هو الكابتن. فطبعا هو تدرج يكون طبعا مع اكتساب الخبرة ومع اكتساب الشهادات اللي هي تكون تحتاجها انك تكتسبها. بعدين تأهلك انك تصير كابتن. فعلى اساس اعطيك نبذة بسيطة عن مسيرتي المهنية، بديت كمتدرب سنة 2006 وتخرجت سنة 2010، وكانت اول تجربة لي كضابط مؤهل في سنة 2010. وصرت كبير الضباط في سنة 2013. وطبعا كبير الضباط اللي هو يكون نائب الكابتن وقتها. وطبعا بعد ما وصلت لهالمرحلة لازم انك تكمل الدراسات وتكمل الخبرة اللي هي الشركة تتطلب منك انك تكتسبها على اساس انك تصير كابتن. وبعد التوفيق من رب العالمين الحمد لله اكتسبت الخبرة الكافية وصرت كابتن في سنة 2021. فطبعا هذا بعد خوض تقريبا يعني خبرة 18 سنة اكتسبتها في البحر. واليوم الحمد لله رب العالمين هذه المسيرة انتهت، وحاليا اشتغل في شركة أسد النقد البحري كمدير العمليات، ولكن أدير كل العمليات السفن من البر. فما في رحلات بحرية مثل ما كانت أيام قبل. بكل أمانة أصعب موقف تعاملت معه هو ما كان موقف صعب من منظور إنه كان الموضوع يعني إنه ما أعرف كيف أتعامل مع الموضوع، بس هي المسؤولية اللي كانت على كتفي وقتها. وهذا أصعب موقف لما استلمت كابتن كأول مرة. طبعا كان في كثير ضوء مسلط علي وقتها كوني أول كابتن عماني، فكان في كثير عيون وكان في كثير ناس متوقعة مني الكثير. وطبعا لما نتكلم لك عن المسؤولية نتكلم عن سفينة قيمتها تقريبا $4 مليار، ونتكلم عن يعني الغاز المساعد اللي نشيله تقريبا نتكلم عن $100 مليون سعره. وطبعا اللي أهم من كل هذا أرواح الناس، تقريبا 30 شخص كله على رقبتي. وطبعا في نهاية اليوم ككابتن أنت الآمر والناهي على السفينة، فأي شيء أنت تسويه ممكن يحط السفينة أو الناس يعني في موقف لا يحسد عليه. فبكل أمانة أقول لك إياها، ما حسيت ضغط كثر ما أني لما استلمت السفينة كأول مرة ككابتن. وكان في صعوبات واجهناها يعني أول ما مسكت كابتن كان في كثير أشياء لازم إنه نخلصها.
وبكل امانه يعني اللي فعلا سندني هو الفريق اللي كان عندي. كان عندي فريق ولا اروع ما شاء الله، واللي فعلا يخليني يعني افكر فيها بطريقه اني كثير فخور في الموضوع، انه كان تيم عماني. فكنا تيم عماني والحمد لله شلينا كارغو من عمان وديناه لين كوريا مع الصعوبات، يعني قمنا بالاعمال على اكمل وجه. هو بدون شك يعني دائما يقول لك يعني موضوع السفينه هي عائلتك وقتها. تتكلم انت يعني ما اكثر عن 28 ل 32 شخص اللي يكون على السفينه. فطبعا كثير امور تحصل، ممكن تكون ناس عندها مشاكل، كل واحد عنده ضغوطات في الحياه. فالقصد من الكلام انه لازم السفينه دائما تتعامل كعائله واحده. اي شيء له علاقه يعني لا في سياسات لا في هذه الامور لازم نتخلى عنها. ومثل ما نعرف يعني عندك انت قسم الملاحه وعندك قسم الهندسه. فلما يكون في يعني تعاون قوي بين الطاقم اللي هم مهتمين بسطح السفينه والمهندسين، وكل واحد يشتغل على يد واحده، وهنا وين يكون قوه الفريق. في كثير امور ما نكذب يعني ما الواحد لازم يقول الحق وكل شيء يكون واضح، انه ممكن تصير امور اللي هي نحن ممكن نكون غنيين عنها، واللي هي ممكن تحطها في مواقف ما نريد نكون فيها. فموضوع التيم وورك واللي هي روح الفريق شيء جدا جدا مهم. فلما السفينه تشوف انه كلنا على يد واحده، وكل واحد يعني جالس انه يهتم في الشخص الثاني، هنا وين اللي ممكن فعلا تخلق جو اللي هو مثل يكون جو عائلي، اللي كل واحد يعني ساند الثاني. وفي السفينه اللي تحتاجه روح العمل كفريق واحد. والله موقف ما بنساه في حياتي، وهذا موقف دائما اذكره. هذا الموقف صار لي في شهر 2 في 2012. كنت ضابط ثاني وقتها، ما كنت كابتن، كنت ضابط ثاني، وكنا مبحرين من كوريا الجنوبيه ورايحين لترينيداد اند توبيغو على اساس نحمل شحنه غاز. وكنت مناوب في البريدج وقتها ولا في مركز القياده. ووقتها كنت جالس، وطبعا كنت انا الضابط المناوب، وكان عندي البحار اللي هو يسددني في اللوك اوت، او هو في البريدج. فاتذكر، وطبعا كنا نحن في المحيط الاطلسي وقتها، كنا رايحين وكنا طلعنا من جنوب افريقيا، مرينا من جنوب افريقيا ورايحين لترينيداد اند توبيغو اللي هي في الكاريبيان. واتذكر منظر ما انساه، ولين يومك هذا ما عرفته ايش. كنت جالس ويعني البحر فاضي، المحيط الاطلسي ما في ولا سفينه يعني حولنا. شفت موقف ويشهد عليه الله. البحر تولع، يعني تولع اخضر، يعني تقريبا نص ثانيه البحر يعني كانه صار سطح، يعني كانه يعني ضوء الشمس انشق من المكان، ولكن بلون الاخضر. فلما افكر فيها اليوم واتذكر والله يعني حتى نفسي يعني ثقل وقتها، يعني ما كنا عارفين هذا ايش. اللي يتخيل لي اليوم يمكن نيزك ولا شيء من هالقبيل دخل في الاتموسفير وصار اللي صار. طبعا هذا شيء اجتهاد شخصي، وانا ما متاكد من هالمعلومه بكل امانه، بس اتذكر ولين يومك هذا يعني صار الموضوع تقريبا 12 سنه الحين وما انسى هذا المنظر اللي صار. يعني فعلا البحر ولا السماء يعني تولعت كلها اللون الاخضر، والاخضر اللي هو الفسفوري، واختفى خلال نص ثانيه. ف وهذا كان اول مره واخر مره شفت شيء كذا، وفعلا الموقف لين يومك ما انساه. والله في مواقف طريفه كثيره بكل امانه، يعني من اي منظور. طبعا في السفينه في نهايه اليوم الاشياء اللي عندك اياها من ناحيه الانترتينمنت الى اخره، يعني اشياء مثل ما يقولوا ما موجوده مثل ما موجوده معنا هنا. فالواحد يحاول انه يفرح ويونس نفسه باي طريقه يعني. فدائما الناس اللي هم يكونوا جديدين في السفينه ولا اول مره يلتحقوا، يعني في مقالب صغيره نحاول نسوي فيهم. وانا طبعا كنت من الناس اللي سووا فيني مقلب. فمن الاشياء اللي سووها فيني اني اول ما جيت طبعا اعطوني فواتير ماي وفواتير كهرباء. وطبعا لما تكون انت على السفينه ما في اي فواتير. واتذكر اعطوني فاتوره يمكن ضعفين راتبي. ف يعني هذا كان موقف اللي انا فعلا يعني انه ليش ندفع نحن، ما حد قال لنا هالشيء. لكن طبعا هي كانت شيء فكاهيه من هذا، من الناس اللي هم كانوا سينيورز وقتها.
والمضحك في الموضوع لما انا صرت يعني ككبير ضباط ولا ككابتن، كنت اسوي نفس هالحركات في الناس اللي كانت تجينا، وهي طبعا هي بس من ناحيه يعني الفكاهيه اكثر من اي شيء. طبعا البحر يعني من ناحيه الجو هذا يعني تقدير رب العالمين، وفي نهايه اليوم الواحد لازم، والسفن هذه مصنوعه انها تخوض يعني اي نوع بحر. ولكن طبعا مع هالشيء طبعا التكنولوجيا الحين ما شاء الله تطورت لدرجه كبيره، فعندنا كثير ساتلايتس وعندنا كثير اجهزه على السفينه اللي هي تعطينا انذار مبكر عن هالمواضيع. فطبعا يعني اليوم ما في يعني ما في كابتن ولا ما في يعني ما في سفينه ممكن تصادف اعصار وهو ما عارف هالاعصار من وين جاي. فهذا يعني الورنينجز والاشياء اللي تجي تكون جايه من قبل. فطبعا يعني في عندنا اسس معينه يعني كيف نتعامل نحن مع هذه الامور. فطبعا مع الاعاصير اللي هي تعتبر هذه من اكبر الاشياء ولا الصعوبات الواحد يتعامل معها، نحاول بشكل عام انه اول شيء انه هذه الاعاصير يعني انه نعرف وجودها يعني من فتره زمنيه، يعني اقل شيء سبعة ايام انت تكون على علم انه هذا الشيء بيكون في مسارك، وعلى اساس تتخذ الاجراءات اللازمه انك تتفادى هالموضوع. فطبعا من الاشياء اللي درسونا فيها هي كيف تتفادى الاعاصير هذه كيف تتحرك. فنحن يعني حتى الاعاصير يعلموك ايش هي الحركه الطبيعيه مال هذه الاعاصير، على اساس انه نقدر نتعامل معها بالطريقه الصح. وطبعا يعني ما نريد ندخل بالتفاصيل كثير انه كيف نحن نتفاداها، بس عندنا بروتوكول معين وفي اسس. وطبعا الشركه بعد يعني اللي هي تدير السفن يكون عندها يعني يكون عندها عقود او يكون عندها بروجرامز اللي هي تعطيك المجرى الصحي لازم تاخذه على اساس تتفادى هذا الاعصار. وطبعا نستخدم كل المقومات اللي عندنا على اساس نتفادى هالمواضيع. بخصوص مثلا الضباب هذا طبعا يعتبر من اصعب الاشياء في البحر، خاصه في المسارات اللي هي فيها كثير سفن. فطبعا لما السفينه طبعا ما تمشي بس على عيون البشر، طبعا فيها رادارات وفيها كل شيء لهذا الغرض بالذات. فطبعا لما يكون في اي ضباب لازم يعني نتعامل معه، ترى السفينه في نهايه اليوم ما توقف، السفينه لازم تبحر لازم تبحر. فلو اضطرينا نبحر في هذا المجال او لو اضطرينا نبحر في مثلا في مكان فيه ضباب، طبعا الرادار بيكون هو الاساس اللي تركز عليه. وطبعا انت ما بتستخدم السرعه اللي تستخدمها انت في العاده لما تكون الرؤيه ممتازه. لازم تخفف سرعتك شويه على اساس تعطي لنفسك مجال تفكر، تعطي لنفسك مجال انك تشوف ايش حولك. ترى في نهايه اليوم يعني الرادار ممكن يكون في يعني عندك ايرورز، ممكن يكون في يعني ليميتيشن اللي هو يعني ممكن يعطيك معلومات هي ما تكون صحيحه. فالواحد ما يقدر يعتمد اعتماد كلي على هذه الامور، ولكن في امور اللي هي مثلا لابد انك هذا انك تخوضها، يعني خاصه في الضباب. طبعا نستخدم الرادارات، بنخفف سرعه السفينه على اساس انه يعطينا مجال اكثر ندرس الموضوع. وطبعا نزيد الناس اللي نحن نسميهم اللوك اوتس، او هم الناس اللي يسندوا الكابتن ولا الضابط في الملاحه. نزيد هذيلا على اساس انه يكون عندنا اعين اكثر اللي ممكن نحن نشوف الخطر لما يجينا يعني. والله بشكل عام في عمان يمكن حتى ما يعرفوا ايش هو القبطان، بصراحه اقول لك اياها، ترى هذه وظيفه يعني فعلا ما كثير مارسوها. بس طبعا القبطان يمكن النهايه يعني الناس لما تشوف ايش هو القبطان يمكن بتفكر قباي، يمكن فهمت ايش قصدي؟ بس اليوم الحياه يعني فعلا تغيرت. يعني الاشياء الكابتن لازم يسويها على السفينه هي ما الكابتن اللي جالس يسوق السفينه من الصبح لليل. طبعا انت كقبطان تدير السفينه اكثر ما انك انت تستلم زمام الملاحه. طبعا من منظور الملاحه عندك ضباط اللي تكلمت فيهم في البدايه، اللي هو الثالث والثاني والاول. هذول الضباط اللي هم يسووا الملاحه اليوميه. وطبعا الكابتن بس يدخل في الموضوع لما يكون طبعا انك بتدخل الميناء، لما يكون في عندك سفن كثيره ولا في اماكن يعني اللي هي فيها ممرات ولا الممرات المائيه الضيقه. طبعا الكابتن لازم يكون موجود على يعني بحكم خبرته وبحكم الصعوبه الملاحه في هذه الاماكن. فالكابتن بشكل عام يعني ما هو اللي جالس 24 ساعه يقود السفينه، اكثر مما هو شخص اللي هو فعلا يتاكد
انه كل الامور اللي الشركه تتوقعها من السفينه والاسس اللي لازم نحن نتبعها، البروتوكولات والبروسيجرز اللي لازم نحن نتبعها، لازم الكابتن يتاكد 100% انه كل واحد بس يتبعها، يتاكد انه سلامه الناس، سلامه السفينه، سلامه البضاعه والبيئه، كله طبعا هو اللي يكون مثل ما يقولوا العين اللي تشوف كل شيء، وطبعا هو الحلقه اللي بين الشركه والسفينه. فالكابتن تقدر تقول هو اداري، وتقدر تقول انه يجي في المهمات الصعبه، لكن لما يكون عندك طاقم اللي مثل ما تكلمنا في البدايه، طاقم اللي هو قوي، الكابتن يكون عنده حياه يعني فيها برستيج وفيها يعني راحه. بس طبعا الراحه تجيك من ناحيه الشغل، ولكن المسؤوليه تكلمت عنها يعني ضخمه، وفعلا يعني الكابتن لازم يكون يعني فعلا ماسك زمام الامور. والله حبيت السؤال عن الاشياء الروتينيه، ترى في كثير اشياء اللي ممكن هي تسبب خطوره على الطاقم اللي هي خارج سيطرتنا، مثل اعاصير الى اخره، ولكن في اشياء روتينيه. يعني في نهايه اليوم لو اعطيك انا مثلا موضوع الغاز المسال، الغاز المسال في النهايه يعني هو قابل للاشتعال، هذا رقم واحد. ونحن لما نحمل الغاز كغاز مسال، هو طبيعيا يعني لازم الغاز هو ترى غاز في النهايه، ولكن لما نحن نبرد الغاز يعني الى تقريبا سالب 163 درجه، لما نبرد الغاز لهالدرجه بيتحول من غاز لسائل. فلما نحوله نحن لسائل يعني يتمكننا انه نحن نحمل تقريبا 600 ضعف الكميه اللي نحن حملناها كغاز. فطبيعيا من البدايه من هذه الشحنه اللي نحن استلمناها، الشحنه تعتبر يعني هي انستيبل، ممكن تتغير عليك باي طريقه، وهي حابه انها تتغير غاز، ودائما انها يعني تتفاعل وتزيد عنا الضغط. فالقصد من الكلام انه هذه الاشياء نحن عايشين معاها يوميا، فاي شيء مثلا نحن ما مشينا على الاسس ممكن تسبب لك انفجار، ممكن تسبب لك حريق. فالقصد من الكلام انه يعني طبيعه الشحنه بشكل عام هي خطره، بس من الاشياء الثانيه نحن اللي ممكن نحن طبعا نسويها اللي هي تسبب خطوره، الشباب المهندسين يشتغلوا طبعا، يشتغلوا مع مكاين ومع يعني اجهزه ومعدات اللي هي جدا ضخمه. فلما تتعامل انت مع هذه الاوزان ومع هذه الاحجام، كل شيء اللي تسويه بيكون فيه خطوره، ولازم نحن دائما نشوف ايش هي الخطوره، ولازم نقيسها، ولازم دائما نتاكد انه حاطين نحن كل الاشياء اللي نحتاجها على اساس انه نتفادى هذا الخطر قدر الامكان، او انه وي تراي تو مانج، نحن نسميه ريسك مانجمنت بشكل عام. فهذه الامور طبعا موجوده يوميا. بس لو اعطيك مثال ثالث، طبعا نحن لما نفرغ الشحنه طبعا لازم نحط ماي في توانكي اللي هي يعني نستخدمها على اساس انه نخلي توازن السفينه بشكل منتظم. فهذا التوانكي نفس الشيء ما يكون فيها اكسجين. ففي كثير اماكن او يعني نسميهم كومبارتمنتس في السفن اللي ما يكون فيها اكسجين. فلو نحن ما نتبع الاسس على اساس انه نتاكد انه حركه الفنتيليشن في هذا المكان اللي نسويه على الاسس ونسويه على الطريقه الصح، ممكن لا سمح الله انسان يدخل وما يكون فيه اكسجين ويموت. فالقصد من الكلام انه المساله ما بس فيها مثلا انه واحد ممكن يتعور، بس حتى المساله فيها حياه وموت. ولما اخذها اليوم اتوقع يعني الشغله اللي نحن نشتغل فيها هي تقريبا التوب 5 ريسكي جوبز في المجال العالمي بشكل عام. فطبعا يوميا نحن نعيش مع ريسكس، بس طبعا هنا وين تجي الخبره، وهنا وين تجي يعني انك كيف انك تحاول انك تقلل من الاشياء اللي ممكن تحصل من هذا الريسك. وطبعا هذه نفس الشيء اسس اللي الشركه لازم ترسمها، وتتاكد انه الطاقم على علم على الاشياء اللي لازم الواحد يمارسها ويتبعها. اوكي، سؤال في مكانه كثير، هذا السؤال دائما يجيني. طبعا اول شيء لو واحد لازم يسويه انه قبل ما تركب اي سفينه في دورات لازم الواحد يستلمها على اساس انه تمكنك انك تطلع السفينه. في نهايه اليوم انت في السفينه لا عندك دكتور، انزين طبعا في السفينه مثل ما تعرف انت طبيب، انت رجل اطفاء، انت ميديكال فيرست ايد، انت متوقع منك تسوي كل الامور. فقبل ما تركب السفينه لازم يكون عندك على الاقل معلومات كافيه انك لو صارت معك مواقف مثل هذه تعرف كيف تتعامل معها. فبعد ما تسوي هالدورات تطلع السفن، وطبعا عندك انت اللي هي الاشياء العمليه واشياء اللي تسويها في الكليه، الدراسات اللي هي الاكاديميه.
فطبعا حال ضباط السطح اللي يترشحوا انه يصيروا ضباط سطح يعني لازم يدرسوا في الكليه تقريبا مال 2.5 سنين، وفوقها يسويوا تدريب بحري اللي هو تقريبا 12 شهر، وبعدها يمكنوا انه يكون ضابط مؤهل انه يكون يا ضابط ثالث او ضابط ثاني. حال الشباب المهندسين طبعا فيها دراسه شويه يعني اكاديميه اكثر، تقريبا 3 سنوات، ولازم في ال3 سنوات يبحروا تقريبا 6 شهور في السفينه على اساس انه يكتسبوا الخبره اللي هي العمليه. بعد ما تستلم هذه اللياسن، على اساس انك لو بغيت توصل للمراحل اللي هي اعلى، يكون في دورات طبعا ثانيه لازم تسويها، وفي لياسن ثانيه لازم بعد انك تستلمها من الهيئات اللي تعطيك هذا اللي تمتحنك وتتاكد انك انت واصل للمستوى لازم توصل له. وطبعا مع الخبره اللي تكتسبها في البحر، الشركه طبعا بتقرر وبتاهلك على اساس انك تاخذ الرانك اللي هو المفروض تترقى فيه، وتقدر تقول بشكل عام من لما تتخرج الى لما تصير كابتن، ومع الدورات ومع الاجازات ممكن ياخذ تقريبا من 12 ل 15 سنه ان الواحد يوصل لاعلى القمم اللي هي الكابتن. هذا سؤال يعني في الصميم. يعني كثير شباب ما يكملوا في البحر، ما من شده صعوبه الوضع. عشان بكون جدا صريح، اليوم السفن ما مثل قبل. انا يوم دخلت السفينه بكل امانه حتى انترنت ما كان فيه، فكان ممكن تستلم ايميل في اليوم وترسل ايميل في اليوم، وطبعا ممنوع تحط اي اتاتشمنت. حدك ايميل استلام تكست وترسل تكست، وحدك واحد في اليوم. طبعا اليوم عندك انترنت وكل شيء متواجد، والموضوع جدا اختلف عن قبل. انا بالنسبه لي من اهم اول شيء في السفينه طبعا بعد التوكل على رب العالمين هي الصحبه الطيبه. لو طاحوا ناس معك صح وفعلا وتخلط نفسك مع الناس اللي هم ايجابيين، فعلا 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 الموضوع ممكن يتغير معك. رقم 2 الرياضه. انا بالنسبه لي الثيرابي مالي، ولا هي ما اقول لك العلاج، بس الشيء اللي كان فعلا احتاجه اني اخفف عن نفسي هو كان الرياضه. فكنت دائما اتاكد اني على الاقل 5 مرات في الاسبوع امارس رياضه. طبعا الجيم اللي موجود ما مثل الجيمز اللي موجوده عندنا اليوم هنا في مسقط ولا في اي مكان ثاني، ولكن ممكن انك تسوي اضعف، يعني اضعف الايمان ممكن تسوي. والشيء الثالث بكل امانه اقول لك اياها، الزوجه والزوجه الصالحه. هذه يعني هي ولا هو يلعبوا دور كبير في الموضوع. من منظور السند، في نهايه اليوم نحن كبحاره لما نكون في البحر نروح تقريبا من 3 ل4 شهور. فطبعا لو وطبيعي انه يصير عندك حالات يمكن مرض، ولا يكون عندك حالات وفاه لا سمح الله ولا شيء من هالقبيل. يعني لو الزوجه والزوجه يعني زادت عليك الموضوع، يعني انت في نهايه اليوم يدك يعني مربوطه وما في شيء تقدر تسويه. فهذا يلعب دور كبير انك تتاكد انك انت في المكان الصح وعندك السند الصح. ولكن بكل امانه لو اخذها من منظور، يعني لو اختار شيء واحد، هي الصحبه الطيبه اللي فعلا تلعب دور. ولا تخلي نفسك فاضي، دائما اتاكد انك مشغول وتستغل وقتك صح. وبكل امانه لما تسويها الشهور تركض ولا عندك خبر، يعني بتشوف شهرين مروا ولا عندك خبر كيف الشهرين مروا. طبعا شوف قصص القراصنه ما اللي تشوفوه في الكرتون زين. فطبعا ما بتشوفوا سفن خشبيه وعندها مدافع، هذه الامور ما موجوده، هذه ابدا، هذه طبعا كلها خرافات. بس هل في قراصنه؟ طبعا. القرصان ايش هو؟ القرصان في النهايه هو الشخص اللي بياخذ السفينه وياخذها على اساس بياخذها مكان اللي هم ما فيها، يعني ما في يعني حكومه وما في كنترول في الموضوع، على اساس انه يعني وبعدين يضغطوا على الناس او على ملاك السفن انك لو بغيت سفينتك ادفع مبلغ وقدره. هو هذا القرصنه. القرصنه ذروه القرصنه كانت في 2010 في 2011، كانت تقريبا عن مضيق باب المندب اللي هو في خليج عدن والبحر الاحمر. طبعا في 2010 و2011 كان فعلا الموضوع يخوف بكل امانه. ترى كانوا يعني فعلا كان في حالات قرصنه، ونحن عشنا شيء بكل امانه في 2010. السفينه اللي قدامنا تقريبا كان بيننا وبينهم تقريبا 90 ميل، وال90 ميل تقريبا بالكيلو تتكلم انت عن تقريبا 160 كيلو بس. السفينه اللي قدامنا تعرضت للقرصنه، وفعلا كان في يعني حاله نحن عشناها وشفناها يعني. وطبعا الحمد لله ما صارت لنا نحن، لكن هذا فعلا شيء صحيح. لكن اليوم
طبعا العالم فعلا تغير وصاروا يعني متجهزين لهالموضوع. لما يكون في اماكن انت تعرف انه ممكن يكون في قرصنه في الموضوع، ولا يكون في عندك ارمد روبري او الناس تحاول تسرق من السفينه، هذه الاماكن طبعا يكون فيها سكيورتي، يكون فيها يعني نزيد نحن السكيورتي، ويكثير عنا نفس الشيء بروتوكول نتبعها على اساس انه هذه الاماكن اللي هي ممكن يكون فيها قرصنه نكون نحن جاهزين على اساس نتفاداها باحسن طريقه. بس انه نتكلم اليوم تقدر تقول الموضوع يمكن خف بنسبه 95%، يعني اليوم ما تسمع فيه مثل قبل. طبعا في اكثر من سبب واحد للحوادث اللي ممكن تصير في البحر، بس يعني الاحصائيات تقول انه 80% من كل الحوادث اللي تصير ترجع لاخطاء انسانيه. طبعا مع هذا الشيء العالم طبعا العالم والمجال البحري تعلم على مدى السنين، وفي كثير اسس اللي نحن نتبعها اللي هي تعلمت منها هي من الاخطاء اللي صارت معنا في السابق. فالقصد من الكلام انه في اسس وبروتوكولات متبعه اللي لازم نحن دائما نتبعها. فمثلا بعطيك ابسط مثال، لما نجي على موضوع نتفادى التصادم بين البواخر اللي هي في البحر، عندك شيء اسمه هو الكوليجن ريجوليشنز. فكل سفينه تبحر في هذه المياه اللي هي المياه الدوليه ولا اي مياه اقليميه ولا ايش ما كان، هي مجبوره انها تتبع هذه القوانين. فكل واحد، وانا كقبطان من اهم الاشياء اللي لازم اعرفها هي القوانين اللي لازم انا اعرفها على اساس اتفادى التصادم. ففي بروتوكول وفي اسس معينه اللي نحن نتبعها، مثل السولاس اللي خبرتك عنه، وفي كثير طبعا بروتوكولات وفي كثير قوانين اللي هي يعني ما بس ترى يعني يصير عندك تصادم، بس ممكن يكون عندك بولوشن او اللي يكون في تسريب اللي ممكن يعني يدمر البيئه. فطبعا لو نرجع على ايش يتسبب الحوادث، في كثير اشياء موجوده اللي نحن نسميها السيف جاردز، على اساس انه لو لا سمح الله نسينا شيء واحد، في شيء ثاني محمي السفينه انها تدخل في يعني في ضرر كبير. فنحن في نهايه اليوم لما تتكلم انت عن تصادم سفينتين، هذا يعتبر شيء ضخم، وهذا الشيء ما يصير كل يوم. بس لما نرجع نتكلم عن موضوع انه ايش هي الاسباب، طبعا ممكن اكثر من سبب واحد، ولكن الاحصائيات يعني تقول لك انه من كثر ما الاجهزه تطورت، ومن كثر ما يعني البروتوكولات ولا الاسس اللي نحن نتبعها متطوره، انه شافوا انه تقريبا 80% من كل شيء اللي يحصل يكون على اساس انه الناس ما مشت على القوانين المفروض نحن نمشيها، واكثر شيء يكون خطا انساني. اول شيء لازم اقول لكم اياه انه ما في شيء سهل. ايش ما خطه في حياتك ما في شيء سهل، كل شيء يحتاج استمراريه، ويحتاج انك تكون فعلا حاب الشغله. طبعا هذه الشغله ما للجميع، بكل امانه اقول لك اياها. بحكم الغربه، بحكم السفرات الطويله والاشهر اللي تقضيها في البحر. هل نحتاج نحن ناس اللي هم عباقره؟ لا، ما نحتاج. السفينه مثل ما خبرتك، يعني اعيد واكرر موضوع البروتوكول، موضوع الاسس، على اساس انه الاندستري بكل يعني المجال البحري كله يعني في نهايه اليوم ماشي على اساس واحد. فاللي اقوله حال الشباب انه لو هذا الشيء يناسبك، استمر الين ما توصل لاعلى المراتب، لسببين. اول سبب انه المجال البحري ما شاء الله يعني في توسع كبير في الموضوع. العالم، ولو ناخذ نحن كورونا يعني تقدر تشوف العالم كله سكر، لكن ما في مين ترى سكر. ترى العالم ما تقدر تستغني، يعني كل شيء تقريبا تقدر تقول 90% من كل شيء يجينا عن طريق البحر. وكثير ناس ما على عندها الموضوع، يفكروا الشيبينج يعني اللي هي الدي اتش ال ولا ار ام اكس ولا اشياء من هالقبيل، وكثير ناس ما عندها خبر انه اكثر الاشياء تجي عن طريق السفن. فمن ناحيه الامان الوظيفي هذا رقم واحد، يعني في توسع شاسع ما بس على مستوى عمان، بس على مستوى العالم. انه الاسطول العالمي بشكل عام جالس يكبر بشكل كبير، وبيكون في وكميه الشباب اللي دخلوا في المجال البحري قاموا يخفوا. فبيكون بنوصل لمرحله انه بيكون في كثير سفن، وبيكون ما عندنا ضباط كافيين على اساس يمشوا هالسفن، فبيكون في طلب جدا جدا كبير باذن الله الواحد الاحد، والله اعلم حال اللي هم المهندسين والضباط وحتى الكوادر الاخرى اللي هم محتاجينها في السفن. هذا رقم واحد. واذا قررت انك تبدا بهالمجال وشفت ان الموضوع ما يناسبك، من نصيحه من اخ لاخ، لا تستمر.
على اساس انك فعلا توصل لمراحل كبيره، او انك بعد ما تخلص تخلص يعني الوقت انك انت تبحر فيه، على اساس تحصل وظيفه فعلا اللي ممكن تكبر فيها في المستقبل. من الضروري انك تكتسب خبره كابتن او كبير مهندسين، انك تبدا وبعدين انك ما تكمل وبس انك تقول تبحر سنتين. الخبره اللي بتكتسبها خلال سنتين في البحر ما تعتبر خبره كافيه انك تمسك انت مناصب كبيره في المستقبل. فالقصد من الكلام انه اذا حبيت تدخل هالمجال، اول شيء انصح فيه بشكل ما تتصوره، من منظور صقل الشخصيه، من منظور انه ينبت فيك الشغل، يعني انك ينبت فيك العمل الشاق والصبر، وفعلا فعلا يعني يمكنك انك تشتغل مع جنسيات مختلفه، يعني فعلا يفتح عينك ويفتح عقلك للعالم بكبره. والنصيحه الثانيه انه، وما نصيحه هي، يعني اللي اريد اقولها رجاء، انه يا شباب اللي يكمل، اللي دخلت في البحر رجاء كملوا، وباذن الله الواحد الاحد يعني بتحصد بعد ما تكمل انت مسيرتك وتوصل لاعلى المناصب. بعدين بتشوف يعني ليش كان انك موضوع انك تستمر كان جدا مهم انك تسويه. فهذه اكبر نصيحه اقول للشباب. ولما تكون في السفينه اختار الصحبه الطيبه، هذا شيء جدا جدا مهم.